أهلا بكم أحبابي في قناة تحديات الحياة. أهلا بكم في فيديو جديد. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. زي ما انتوا شايفين في المقدمة أول الفيديو، الرغوة دي فعلا من الصابون اللي أنا عاملاه في البيت بمقادير مظبوطة جدا. أنا ليه عملت صابون وإيه اللي جاب فكرة الصابون في دماغي؟ طبعا انتوا عارفين غلاء الأسعار، فأجدادنا زمان كانوا بيستخدموا الصابون، كان بيغسل معاهم المواعين وبيلمعها وبنبشره ونستخدمه في الغسيل والبقع، ويعني معانا ممتاز. طب أنا بعت بنتي تجيب صابونة عادية. أنا لو انتوا كنتوا سمعتوا لي الفيديو قبل كده أو أسيبه لكم في صندوق أسيبه لكم في علامة الآي فوق. بعت بنتي تشتري صابونة صغيرة، حجم صغير نصف دياتي بالظبط. قالت لي ان الصابونة ب17 جنيه. طب ليه؟ احنا نعمله بشوية زيت قليلين، نعمله في البيت. وزي ما انتوا شايفين انا بوريكم ناشف ازاي. يعني هو ناشف معايا، ما اخدش مني وقت خالص في ان هو ينشف وكده. طبعا زي ما انتوا شفتوا في الفيديو بتاعه، في اول الفيديو، ان هو كان برغوة وكده. هقول لكم السر ورا الرغوة الشديدة دياتي اثناء ما احنا بنحضر الصابون وكده. انا النهاردة عملته بمقادير لتر، بس لتر من الزيت. زيت مستعمل عندك عادي، زيت اي زيت، طعمية، بطاطس، اي حاجة تتوقعيها، المهم ان هو يكون زيت مستعمل معاك. وزي ما انتوا شايفين طبعا انا يا دوبك الصابونة بس عملت كده فيها السفنجة، كمية الرغوة معايا شديدة ازاي. هقول لكم المقادير المظبوطة اللي هو مش هيفصل منك وهينشف معاكي بسرعة، مش هياخد وقت. شايفين ده انا غسلت بيه المواعين يا بنات، بس انا ما سجلتش يعني غسيل المواعين معاكم. خلى معايا المواعين وبالذات اللي هي الحلل الالومنيوم والاستانلس، خلاها معايا بتلمع في لمعة كده مختلفة. وزي ما انتوا شايفين الرغوة. طيب بشوية زيت احنا بنلقحهم في الزبالة، يعني صفناهم كويس واستعملناهم وعملنا المقادير. تعالوا معايا نشوف المقادير. ما تنسيش اللايك وما تنسيش الاشتراك في القناة، وما تنسيش تعليق ايجابي كده يحفزني ويشجعني ويخليني يعني كده افرح واسعد بايه تعليقاتكم. نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف المقادير بتاعتنا. ماشي. هنا طبعا انا ببشر الصابون وكده. انا حبايبي كنت بقول لكم ان انا هنا طبعا بوريكم شكل الصابونه، ان هي كانت ناشفه وبتتبشر معايا بسهوله، مش بتتفروك مني. وشكل ايه الصابون بصوا طالع ازاي، ده دليل على نجاح. بقى احنا دلوقتي هندخل في المقادير. بقول لكم ادي الزيت بتاعي، هو الزيت بتاعي غامق. يعني هو يعني زيت طعمية على زيت بانيه على زيت جليتشي قرنبيط على زيت سمك. فيعني هو الزيت مع بعضيه هو لونه غامق، كان في زيت فاتح على زيت غامق، فالزيت غامق. هو لتر، يعني ما تخافوش خالص من غمجان الزيت. زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو الصابونة فاتحة ازاي، ولما نشفت كل ما تنشف لونها بيفتح. يعني انتوا لو خدت بالكم بعد ما نشف وانا بوريكم ان هو نشف، الصابونة لونها ساعة ما بشرتها فاتحة ازاي. فما تقولوش هم خالص لون الزيت الغامق. طبعا هنا انا لازما من نجاح الصابون انك انت تصفي الزيت. صفيته بالمصفى مرة واتنين. يعني حسيت ان في اللي هو ايه اللي شايفينه في جعر البولة ده حاجات رفيعة، لا انا عايزة الصابونة بتاعتي تكون صافية وحلوة وناعمة. فايه فكرة الشراب؟ افضل فكرة شراب قديم يعني انت هتلجئيه بعد بعد ما تصفي الزيت. طبعا تصفي الزيت على الاخر زي ما انتوا شايفين. طبعا المواد اللي هي من اثر الجلي وكده موجودة في الشراب جوه. طب الكمية اللي معايا اتفقنا ان هي لتر من الزيت. هقول لك انا مقادير لتر من الزيت عايزة تضاعفي الكمية، هتضربي طبعا في ايه في 2 على حسب ما بتضاعفي الكمية.
طبعا ادي كده الكميه، مسحت الزيت بتاعتي، صفيتها واطمنت ان هي تمام. طبعا انا مش هينفع ان انا اشتغل في البوله الاستانلس، لان انا هضيف بوتاص او او اسمه اللي هو حجر تسليك المجاري، او هيدروكسيد الصوديوم، او ليه اسامي كتيره. المهم يعني ان انا هكتب لك جميع اساميه في صندوق الوصف علشان تعرفي جميع الاسامي بتاعته. احنا هنا عندنا متعارف لأغلبية المصريين اسمه بطاطس. البطاطس اللي هو اللي عامل زي القشور كده، اللي هو مش سائل. طيب ايه اللي انا عملته؟ طبعا انا قلت لك ان انا مش هينفع اشتغل في حله استانلس او في بوله استانلس، لان البطاطس عندي هيبوظها مني، مش هينفع، لازم تكون حاجة بلاستيك. هنا زي ما انتوا شايفين كوباية من الليمون المغلي، اي ليمون عندك قشور ليمون، بدل ما بتتخلصي منها وبترميها، القشور ديت احتفظي بيها واغليها، او قشور برتقال، يعني لا قشور برتقال لا قشور ليمون، المهم سواء ده او ده هتغليها وتصفيها، هتطلعي اللتر الزيت بياخد معايا كوبايه من المغلي البرتقال او مغلي الليمون. ماشي، اتفقنا؟ تمام. ما تعملوش الحركه اللي انا عملتها دلوقتي، ان انا نسيت خالص ولميت البطاطس بايديا. ما علينا. اول حاجه انك انت هتنزلي بكوباية الليمون المغلي، وبعد كده هنزل عليه بكوباية البطاطس. يبقى لتر الزيت بياخد كوباية بطاطس، بياخد كوباية من الليمون المغلي، واقلبه كويس طبعا اثناء التقليب، علشان انك انت تعرفي ان البطاطس ناجح معاكي. لازم يطلع الدخان اللي انت شايفاه دواتي، لازما يطلع أبخرة، وبتحسي ان ايديكي طالع عليها سخونة، البولة اللي انت بتشتغلي فيها سخنة، ده كده البطاطس بتاعك شغال، يعني مش فاسد. دي اهم حاجة. طبعا لو انت صدرك واجعك زي كده، يحفز انك انت تحطي كمامة، تشغلي الشفاط بتاع المطبخ، تكوني فاتحة الشبابيك. هو طبعا الريحة مش نفاذة للدرجة دي، بس دي دواعي أمنية مثلا، علشان اللي صدره وجعه وعنده مشكلة من الجيوب الأنفية يلبس كمامة، يشغل الشفاط، يعمل يفتح الشباك، يعني هتكون يعني ايه، مش الموضوع خطير قوي، بس يعني دي مجرد حاجات أمنية. زي ما انتوا شايفين طبعا انا سبته شوية يهدى مع نفسه من السخونة ويدوب كويس، ورجعت اجلب فيه ايه تاني واضيف باقي المكونات بتاعتي. يبقى انا ضفت كوباية من الليمون المغلي، بعديها نزلت بكوباية من البطاطس. دلوقتي انا هنزل معايا بمعلقة من ملح الطعام العادي. ملح الطعام العادي انا هنزل بيه، يعني ده بيساعد على تظبين، هو والسكر بيساعد على تظبين الصابون، وان الصابون يطلع معاه مجاديره مظبوطة معاكي، وزيه زي الجاهز كمان، واحلى وارخص بكتير، ارخص بكتير. انا كل المجادير موجودة عندي من البيت، الزيت المستعمل اللي انا بلجحه وبتخلص منه، الملح والسكر، يا دوبك انا اشتريت من بره البطاطس بس، و 8 كيلو البطاطس ده للتر، مش غالي خالص. انا بصراحة مش متذكرة السعر، بس هو مش غالي خالص. يعني انا زي ما قلت لكم في اول الفيديو، عملت 12 صابونة حجم كبير، بان اللي انا مشترياه من بره هو تمن بطاطس، سعره يعني مش عارفة بكد ايه، بس هو رخيص جدا. عملت منه 12 صابونة. زي ما انتوا طبعا شايفين، نزلت بالزيت، الزيت غامق طبعا. قلنا الموضوع ده ما يجلبنيش ولا يضايقني في اي حاجة. اهم حاجة ان انا ايدي على طول بالتجليب، لان انا لو اتكسلت عن التجليب هيغلبني في الاخر، بعد ما اخلص مش هلاقي الصابون صبا معايا، فهضطر ان انا اجلب مستمر. دلوقتي انا ضفت معلقة من السكر، يبقى لتر الزيت المستعمل اخد معايا كوباية من الليمون المغلي، اخد معايا كوباية من البطاطس، اخد معايا معلقة من الملح، ملح الطعام العادي، اخد معايا معلقة من السكر،
وشويه لقدام هضيف معلقه من بيكربونات الصوديوم ومعلقه من ملح الليمون. بيديه قيمه، يعني يعني في ان هو ينظف معاكي المواعين وينظف معاكي الغسيل، وما تحتاجيش لكلور او كلوريكس، او طبعا الحاجات دي بيجي مبالغ في سعرها وسعرها غالي جدا. هو يكتفي على الغسيل بتاعك انك انت تبشري الصابونه وتضيفيها، لو غساله نصف اوتوماتيك عادي، غساله فوق اوتوماتيك عادي، غساله عاديه اللي هي الاوتوماتيك الكامل عادي، غساله اللي هي بتاعت امهاتنا زمان، كل الغسالات شغال فيها. والمواعين زي ما انتوا شفتوا الرغوه تمام معايا زي ما انتوا شايفين. طبعا اهم حاجه ان انا بجلب وبوريكم القوام بتاعه ازاي. هو ابتدى بسم الله ما شاء الله، دليل على نجاحه ان هو يخش معايا في التصبيط. لما انا برفع كده بحس ان هي نازل معايا سايل، بس ايه سايل تقيل شويه، مش عامل زي الميه نازل سريع. زي ما انتوا شايفين. طبعا يبقى انا قلت لكم على المقادير اللي انا ضفتها كلها. لسه طبعا هنضيف هنا دي معلقه البيكربونات اللي انا قلت لكم عليها، وهضيف له معلقه من الخل. هنمشي مع بعضينا حبه حبه ماشي، علشان ما نحرقش او نتلخبط في المقادير. وانا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف تحت. ما تنسوش الاشتراك في القناه. معلش اشتركي ان كنت استفدتي من الفيديو، ولفي لفة في القناة. ان شاء الله بإذن الله القناة هتعجبك. لفي في لفة وشوفي الفيديوهات بتاعتي، وابعتيلي تعليقات، ودوسي لايك علشان الفيديو يعني يقترح، وتعليق كده يشجعني ويحسسني ان في حد بيشاهدني كده وبيتفرج عليا، ونشوف الفيديو بيعجبه وما بيعجبوش. يعني حاولوا ان احنا نكون في تواصل بيننا وبين بعض ماشي. زي ما انتوا شايفين طبعا انا هنا بضيف كوباية من الصابون السائل. كوباية من الصابون السائل، يعني اي نوع صابون سائل عندك، بس يا ريت يكون من النوع الكويس، يعني مش نوع اللي هو جايباه خفيف من بره من الاسواق ده. ساعات هم بيبقوا مش عاملين التركيبة بتاعته كويسة، فبيكون يعني بيكون مش كويس، شوية فيه كمية مية. فأي صابون أنا هنا حطيت وفير، حطي أي نوع انت عايزاه من اللي هو صابون السائل بتاع الشركات. لو انت معاكي السائل في البيت ابعتي جيبي كيس وضيفي الكيس اللي انت اشتريتيه يعني من بره وكده. انا طبعا ضفت كوباية زي ما انتوا شايفين. طبعا انا في البداية في التصوير كنت مركزة لكم على البولة اللي انا بعمل فيها. دلوقتي طبعا المكونات عليت في البولة اللي فوق، فايه يعني بينت لكم الصورة اوضح. زي ما انتوا شايفين هنا ضفت ربع كوباية من البريكس. البريكس اللي هو اللي احنا عارفينه اللي هو منظف ومطهر وكده، علشان يعني يديني ريحة ويديني رغوة. ممكن مكان البريكس تضيفي كلوريكس الالوان، ممكن تضيفي برسيل جل، ممكن تضيفي الشاور بتاع الاستحمام، ممكن تضيفي اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن تضيفي ايه تاني؟ انا قلت البرسيل الجل، وقلت الكلوركس الالوان، وقلت الشاور جل يعني والبركس. ومعطر ممكن تضيفي معطر ملابس عادي، ممكن تضيفي معطر ملابس عادي. كله دواتي مكان يعني ربع كوباية البركس. يعني مش تشترط تقولي انا ما عنديش بركس، لو عندك كلوركس الوان يمشي، عندك برسيل جل يمشي، عندك شاور بتاع الاستحمام يمشي، عندك معطر يمشي. ربع كوباية منها ده الهدف منه. وضفت معاكم معلقة من الخل. ايه فايدة الخل هنا؟ بيقلل حدة البطاس على ايدك. يعني اصلا انت لو بتعملي الصابون وفي بطاس مسك، يعني زي الحركة اللي انا عملتها وقلت لكم ما تعملوهاش، مسكت البطاس بايدك شوية خل على طول، ايدك مش هتتأثر ولا كأنها اي حاجة. اي حاجة وانت بتجلبي البطاس جه على ايدك، شوية خل على ايدك، ما فيش اي حاجة ومش هتعاني من اي حاجة في وقتها كده.
هيختفي اثر البطاس وكده زي ما انتوا شايفين طبعا. وضفت معلقتين من الجريسرين علشان ايدك وعلشان النعومة بتاعت ايدك وكده. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين هو المفروض اني لما اجي اصبه في الحاجة اللي انا اصبه فيها ان هو يكون سائل زي الكيكة بالظبط. زي الكيكة بالظبط. انا طبعا تركت والاولاد ناموا عليا صبا مني في البولة. بس يعني عرفت اصبه ما مش تجل يعني. بس انا بقول لكم حاولي انك ايدك فيه وما تسيبيش وما تروحيش مشوار. لاني يعني زي ما انا رحت رديت على العيال وجه يعني بسم الله ما شاء الله لما المجادير مظبوطه بالظبط صبا مني في البوله. فانت حاولي انك انت تسرعي ايدك عشان ما يصبنش منك. طب انا صبيته هنا في علبتين لبن او علبتين عصير. ممكن انت اي صاج تفرجي فيه كيس او كرتونه غطا كرتونه تفرشي فيها كيس وتصبيه فيه يعني على حسب الشكل اللي انت عايزاه. طبعا عايزاه انك انت يعني هتبيعيه وتجري بيه وكده. صبيه في صاج وممكن بجعر كوبايه تعملي رسومات عليه. ممكن لو عندك طباعه ما ممكن تطبعي عليه اي شكل انت عايزاه وهو لسه طري. اما انا هنا طبعا للبيت فانا مش عايزه شكل ولا اي حاجه. فكان عندي علبتين لبن فتحتهم من فوق وصبيت السائل. وطبعا ده شكله بعد بالظبط ساعتين ونص. بسم الله ما شاء الله. كان يعني اللي انا وريته لكم اثناء ما هو كان في العلبه قبل ما افتحها ده كان بعد ساعه. هنا كان بعد ساعتين ونص. شايفين شكله؟ شايفين بسم الله ما شاء الله ناجح 100%. انتهى الفيديو بتاعنا والسلام عليكم ورحمة الله.